بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. اليوم جبت لكم زوز انواع متاع بسيسة اللي هم بنين برشا. الباز متاعهم هو شعير وحمص وقمح. يعني هذاك القمح متاعنا انا كيف تراو فيه نحمروا فيه من غير ما نحرقوه بالطبيعة. هذاك الحمص كيف نحمروه بالكدا من غير ما نحرقوه. وعندك الشعير، بالنسبة للشعير راهو لازم خدمة وحده، يتحمر ويتخدم وحده وبعد نزيدوه المكونات متاعنا، ما نحطوش ديريكتومون المكونات. ديجا عندكم فيديو شوربة الشعير كان تحبوا تفاصيل اكثر، هذيك اللي تحصلنا عليها الكمية متاع الحمص والقمح متاعنا كما تراو فيها لهنا. هاكا باش نوريكم شوية هاكا الشعير كيفاش لازم يتحط في بلاصة في حاجة وحده ويتخدم بالكدا باش نطيروا القشرة متاعه، ومن بعد كنغربلوه ونزيدوه المكونات متاعنا. هذيك الفحات متاع البسيسه، هذاك عدس، هذاك استغفر الله يا ربي، حبة حلاوه والبسباس والمردقوش، وهذاك العدس الكل منظفين مشمسين وامورهم باهيه ونحطوهم تويكا مع الخروب. لهنا راني البسيسه الكونتيتي اللي حصلت عليه قسمت على 2 شيره، حطيت فيها خروب وجلجلين بالطبيعة ما نسوش الاعشاب العطريه متاعنا ورشه الملح. هزينا على الطاحونه كما تراو وغربلو فيها كلونها محلاه فاتحه ريحتها بنينه على الاخر. نودكم ونشهيكم. هذا الشطر الثاني زدت عليه العدس الاصفر وزدت عليه لا اله الا الله محمد رسول الله الخروب، وزدت عليهم رشه الحلبة لهنا يعني حطيت فيها القطانية وحطيت معها السكر متاعها باش تراها بالسكر متاعها. وما نسوش ديما الاعشاب العطريه متاعنا اللي هي كليل وزعتر، ونزيدو ديما رشه الملح هذيك الحلبة اللي حطيتها، وكيف نخلطهم مليح ونهزوهم للطاحونه نرحيوهم كالعاده ونزيدو نغربلوهم كما غربلنا الشطر الاولاني. ما نحكي لكمش على الريحه وعلى البنه متاعها، لهنا جات لونها فاتح ما شاء الله، ريحتها بنينه تهبل. هاكا كيف تراو الفاتحه هذيك متاع القطانيه والاخرى خروب وجلجلان. توا وصلنا نهايه الفيديو متاعنا، نقولكم الى اللقاء وان شاء الله في ملتقى اخر.